وحشتوني جدا جدا يا حبايبي والله. وسامحوني انا مش بايدي والله ان انا ما بطلعش معاكم على طول، لكن انا بصراحه انا مش عايز اطول عليكم في المقدمه. انا جايب لك تفاصيل وحاجات مهمه وتشمل كل الاحداث الرياضيه الاخيره. يلا بينا يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وعشاق الساحره المستديره في كل مكان. يا رب دايما تكونوا في احسن حال. دايما يا حبايبي كده انا بتشرف ان انا دايما بكون معاكم والله بصراحه. وقبل ما نبدا طبعا حلقتنا، يعني كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم. يا رب دايما يجعلكم دايما في خير وسعاده دايما يا حبايبي. طبعا الموضوع ابدا معاك بنادي الزمالك والمشاكل اللي في الزمالك الفتره الاخيره. وانا بستغرب يا جماعه ان كل شويه عضو من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك يطلع يتكلم، وكل شويه يقول لك لا جون ادوارد ماشي، جون ادوارد ماشي، لا هيقعد، لا مش عارف ايه. يا جماعه ما تسيبوا الراجل يشتغل. يعني انا وجهه نظري، ما الراجل مش ده اللي جاب لك بيزيره، مش ده اللي جاب لك عدي الدباغ، مش ده اللي جاب لك صفقات. انا عارف ان ممكن يكون في صفقه زي شيكو بانزا زي الناس دي ما قدمش الاضافه ومشى، ونصر ماهر مشي ومش عارف، ونصر منسي كان هيمشي كمان. لكن انا يعني ده مش كلام انا، ده على لسان عضو مجلس الاداره الاستاذ هاني شكري. قال لك ايه؟ قال لك ده تصريح خطير قوي. قال لك ايه؟ اكد ان جون ادوارد قال له انا عايز امشي ومش عايز اي حاجه، خلصني من الدوشه ديت بتاعت الصحفيين والاعلام عمال يتكلم انا همشي انا هقعد. قال له خلصني. انت عارف يعني ايه عضو مجلس اداره يطلع يقول كده؟ تصريح خطير قوي يا جماعه، انت متخيل؟ فطلع قال لك انا عايز امشي، لكن بالاجماع مجلس الاداره اجتمع بالاجماع كله واتفقوا كلهم انتوا، وقعدوا مع جون ادوارد قال له انت هتقعد. يعني ما فيهاش كلام، سيبك من الكلام اللي بيتقال واللي بيتعاد، انا عايزك تقعد. ده بالنسبه لجون ادوارد يا جماعه. في موضوع تاني برضو كنت عايز اكلمكم فيه عن معتمد جمال. بصراحه يعني ادي مدربين المصريين يا جماعه، ليه ما نديش الفرصه لمعتمد جمال؟ شفت معتمد جمال عامل ازاي؟ نفس الكلام اما نشوف الكابتن علي ماهر مع سيراميكا، بسم الله ما شاء الله متصدر الدوري. ليه ما نديش الفرصه للمدربين المصريين المدربين الوطنيين؟ ليه؟ شاف الراجل بغض النظر عن خسارته امام سيراميكا وخروجه من الكاس، لكن يا جماعه الراجل يعني بصراحه في ظل الظروف اللي بيمر بيها الزمالك وفي ظل الاجواء اللي بيمر بيها الزمالك ديت، راجل يعني يا جبل، انت جبل يا كابتن معتمد، والله العظيم الكابتن معتمد جمال ده جبل. والزمالك يا جماعه سيبقى الزمالك مهما مر بظروف ومهما مر باحداث. الزمالك عايش بجمهوره، الزمالك بيفوز بجمهوره مش باي حد تاني. الزمالك يبقى بجمهوره، يبقى هذا الكيان الكبير بجمهوره العظيم مهما حصل ومهما مرت مشاكل على نادي الزمالك. يبقى الزمالك بكيانه العظيم، عشان نكون واضحين مع بعض. والزمالك بيكسب بجمهوره يا جماعه. انتوا شفتوا الجمهور الزمالك في ماتش حرس الحدود الاخير يا جماعه، المباراه اللي كسب الزمالك فيها 2-0؟ انت متخيل؟ شفت الجمهور واقف ومساند للنادي ازاي؟ حاجه في منتهى يعني في منتهى الروعه. يعني دايما الجمهور الزمالك سند للكيان الكبير. عشان نكون نقفل القصه دي مع بعض، نروح بقى للنادي الاهلي. واليو ديانج خلاص يا جماعه، عشان نكون متفقين مع خلاص، اليو ديانج سوف يرحل لفالنسيا الاسباني. خلاص اليو ديانج هو رحيله النادي الاهلي يا جماعه مش فلوس ماديه خالص زي ما الناس مفكره. اليو ديانج هو عايز ياخد تجربته الاحتراف وفالنسيا الاسباني، وعايز يلعب بقى قدام امبابي وقدام جونيور وقدام النجوم بقى، وحقه. واحد عايز يحترف بره حقه، رغم ان الاهلي عرض على اليو ديانج 1,750,000 دولار. ده اكتر من نادي فالنسيا. لناس كتيره ما تعرفوش ان ديانج هياخد مع فالنسيا الاسباني 1,200,000 دولار، وكان هياخد مع الاهلي 1,750,000 دولار. شاف الفرق؟ لكن هو ديانج رغبته عايز يحترف، عايز يلعب بقى زي ما بقول لك بقى كده قدام لامين يامال بقى وجونيور وبتاع والنجوم هناك بتاعت الدوري الاسباني، وربنا يوفقه. هو راجل حقه لسه صغير، عنده لسه طموح كبير ان هو ياخد تجربه الاحتراف. فطبعا يعني بسم الله ما شاء الله طبعا ديانج لعيب كبير. نروح لحسين الشحات. هختم معاكم بموضوع حسين الشحات. حسين الشحات مجلس اداره النادي الاهلي بيتفاوض مع حسين الشحات الفتره دي وخلاص.
يعني حسين الشحات مجلس الاداره عايز يجدد له لمده موسم، حسين الشحات مش راضي، عايز سنتين في عقد، وقال لك لا انا طبعا انا ممكن مش ما يتمنيش الفلوس مع النادي الاهلي، ورغم ان هو هيبقى فئه ثانيه بس فئه اولى بس مش مميزه، يعني هو هيبقى فئه اولى بس هو هياخد 20 مليون، يعني مش هيبقى فئه اولى اللي هي زي ما كان اول ما جه النادي الاهلي في الاول. الاهلي قال له انا عايز هنجدد لك سنه، لكن حسين الشحات عايز سنتين مع خيار لتجديد لموسم ثالث بعد السنتين يعني. لكن هنشوف الموضوع هيوصل لايه، وانا في رايي الشخصي وانتوا قولوا لي رايكم برضه، طاهر ولا حسين؟ حتى لو حسين الشحات هينزل مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه او خلال الفتره الحاليه هيلعب لو ربع ساعه، حسين الشحات وجوده في الملعب مهاري، لاعب نجم من نجوم النادي الاهلي في الجيل الحالي، ده مفيش خلاف على كده، ابى من ابى وشاء من شاء، او شاء من شاء وابى من ابى، عشان نكون نقفل القصه دي مع بعض. انت حسين ولا طاهر؟ قولوا لي رايكم انتوا بقى. وطبعا نتمنى طبعا يكون الحلقه عجبتكم، واجيب لكم طبعا اخر المستجدات، واعذروني يا بقى يا جماعه، سواء انا او اخويا ما بنطلعش معاكم كتير لاسباب شخصيه، معلش بقى سامحوني يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، السلام عليكم.